حطي شوية مية على البسكوت هنعمل وصفة تجنن وسهلة قوي ومخدتش مننا اي حاجة. لو اول مرة تتابعيني انا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو. لايك وشير للفيديو لو عجبك والاشتراك الجميل في القناة. وتعالوا نشوف هنعمل مع بعض الكرات الفرنسية وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنجيب باكو بسكوت كبير. ده كان كبير يعني ب5 جنيه فكان فيه كمية حلوة. هبدأ ان انا ده بسكوت سادة هبدأ ان انا اخد الكمية ديت واضربها كده في الكبة او اطحنها يعني لحد ما تبقى ناعمة معانا. والسر بقى بتاعها اللي هو اصلا اساس الوصفة النهاردة ان احنا هنضيف على البسكوت شوية مية صغيرين بحيث ان احنا ننعم بس البسكوت بدل ما نحط سمنة او زبدة او زيت او كده لا هتبقى المية حوالي معلقة كبيرة مية هنضيفها على كمية البسكوت بتاعتنا. وبعد كده هنبدأ ان احنا نطحنها تاني لحد ما النعامة تبقى مرملة كده زي الرمل. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحطها تاني في البولة بتاعتنا وبعد كده نبدأ بقى نعمل الصوص بتاعنا اللي هو صوص الشوكولاتة اللي هينضاف على البسكوت. من كل حاجة هنضيفها هتبقى معلقة ونص هنضيف معلقة ونص كبيرة من كاكاو الخام. معلقة ونص نشا. معلقة ونص لبن بودرة. ومعلقة ونص سكر. وهنضيف طبعا اللي أهم حاجة أنا بحبها قوي مش عايزة تضيفيها براحتك اللي هو باكو نسكافيه سريع الذوبان. يعني بيدي نكهة حلوة قوي للشوكولاتة أو للصوص بتاع الكاكاو الخام يعني اللي هو بيبقى في الآخر صوص شوكولاتة فبيديها طعم حلو قوي. ونبدأ بقى نضيف كوباية مية من اللي هي كوباية الشاي العادية اللي هي ال250 مللي دي. هنبدأ نضيف الكوباية بتاعة المية ونبدأ بقى نقلب على البارد كده عشان ميبقاش فيه أي تكتلات من الكاكاو. وبعد كده والنشا برضو بعد كده نضيفهم بقى على النار على نار هادية كده لحد ما المزيج يتقل معانا ويبقى بالشكل ده. هو سخن دلوقتي هنسيبه يبرد وبعد كده هنضيفه على البسكوت بعد ما يبرد. بس أنا هابدأ إن أنا أضيف مكعب شوكولاتة على المزيج الجميل ده برضه عشان تبقى طعم الشوكولاتة فيه جامد قوي. وبرضه هاخد مكعبين من الشوكولاتة دول وهبدأ إن أنا أسيحهم كده على النار على بخار ماء يعني عشان خاطر إن أنا أبدأ أستعملها بعد كده هقولكوا هستعملها في ايه. هبدأ ان انا اضيف بقى المزيج بتاعنا على البسكوت واقلب كويس لحد ما تبقى معانا عجينة بالشكل ده. اللي هي يعني هي هتبدأ ايه تبقى عجينة معانا ان احنا نقدر نقسمها ونقدر نكورها براحتنا من غير ما تلزق وتبقى طرية بالشكل ده يعني. فنصيحة وانتي بتحطي الخليط ده ما تحطهوش كله وشوفي الأول البسكوت هيعوز منك قد ايه يمكن يعوز أقل من كده أكتر من كده فتحطي المزيج بالراحة شوية يعني. كده خلاص بقت عجينة معانا حلوة قوي هنبدأ نكورها طب نفترض مثلا ان طلعت سايلة معانا قوي هنعمل ايه. يا تطحني بسكوت طب ما فيش بسكوت ان انا اطحنه وازود مثلا خلاص يبقى تحطي دقيق. تبدأي تحطي معلقة بمعلقة كده وتقلبي لحد ما تتقل معاكي وتبقى بالشكل ده وتبقى عجينة معاكي. كده انا سيحت مكعبين شوكولاتة حطيت عليهم برضو كاكاو خام وشوية حليب او لبن. وبدأت ان انا اكترهم يعني ويبقوا معايا بالسمك ده عشان خاطر ايه تكفيني وتفيض برضو تمام. يعني بعوزها وبستعملها في حاجات تانية برضو. فهبدأ ان انا احط بقى الكور في الشوكولاتة وابدأ ان انا إيه احطها كده في طبق او على مصفى براحتك اللي موجود عندك كده كده. الطبق ده او المصفى دي هتدخل الفريزر شوية عشان الشوكولاتة تجمد. حبيت بقى اعلي التيست شوية برضو في نفس الوقت هتبقى شكلها حلو هتدي يعني بدل ما تزينيها هو يعتبر ده ذواق ليها. ان انا جبت سوداني طحنته كده يعني في المطحنة طحنة خفيفة وبدأت ان انا اضيفه عشان يبقى ايه مدينا شكل السوداني الجميل الشوكولاتة اللي بيبقى عليها سوداني دي بيبقى شكلها حلو قوي يعني الشكل لوحده جميل الصراحة. مش محتاجة ان انا ازينها بأي حاجة. وبرضو بتديكي طعم انك بتاكلي حاجة فيها مكسرات فيها سوداني بتدي طعم حلو جدا.
خلاص أنا دلوقتي خلصت الكمية وحطيتها في الفريزر لحد ما جمدت معانا، وبعد كده طلعتها وبدأت إن أنا أرش عليها سوداني مجروش برضو أو أي مكسرات، مش عايزة تضيفي أي حاجة براحتك خالص في الطعم النهائي. حلو جدا وشكلها من جوه حلو قوي وناعمة ودايبة دوب كده في بقك. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا ولايك وشير بقى للفيديو.